اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احلى بونبونات في الدنيا. النهارده مكملين الكورس بتاعنا، وهقول لكم النهارده احنا هنعمل ايه وفكرتنا ايه النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، يلا لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هخبز كده او هعمل العجين بتاع الكيك بتاعنا، كيك الفانيليا. انا هنا خبزه معايا 350 جرام من دقيق الاسبونج الفانيليا. انا الاول دلوقتي يا بنات انا شغاله فانيليا، تمام. انا ما بجيبش دي اسبونج كاكاو بسيط، يعني لازم بحب اشتغل اكتر بالفانيليا. بحس ان نعومته اكتر والعلو بتاعه والارتفاع بيكون اكتر بكتير. حطيت كده ال 350 جرام وحطيت عليهم 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وهضيف لهم الفانيليا السايله، وكمان هحط معلقه المحسن الجل، وهحط ربع كوبايه من الميه. دي المقادير بس بتاعتنا النهارده. هقلب كده تقليبه خفيفه كده، وهحط كده المكونات بتاعتي في العجان تضرب. طبعا لو ما عندكيش العجان هتقدري ان انت تشتغل مضرب الكهرباء عادي. دلوقتي انا بعمل السيرب بتاعي عباره عن كوبايه من السكر، وحطيت عليها كوبايتين من الميه. ببتدي اسيبهم يغلوا كده على النار لغايه لما الخليط بتاعهم احس ان هو خلاص يعني بيغلي كده 10 دقايق، احس ان السكر داب خالص بطفي عليه. وكنت طبعا وريتكم الحله انا مبطناها هنا، بدهنها سمنه او زبده، وببطنها بورق الزبده زي ما انتم شايفين كده. هنا يعتبر خلاص كده حسيت ان الخليط بتاعي بقى تمام. فهنا هحط بقى ايه، بحط هنا الكاكاو لما خلاص العجين بتاعي تقل وزاد بتاع الاسبونج، تمام. فدلوقتي هضيف لي الكاكاو بالشكل ده، هحط معلقتين كاكاو، كاكاو خام انا طبعا نخلاه، وهبتدي كده ان انا اديه قلبتين كده بس بالايه بالعجان، وبعد كده برضو هلفهم لفه كده. نسيت اقول لكم يا بنات ان انا بحب احط قوي في الاسبونج معلقه خل، وانا بضربه كده بحط فيه معلقه خل، بتبقى جميله قوي وبتخلي ريحه الكيك حلوه قوي، ملوش اي ريحه. بالرغم ان هو بيكون حاطين احنا فيه فانيليا سايله، وهو كمان موجود فيه الفانيليا ومحسن، يعني لان هو جاهز فيه كل المعدلات بتاعته او المكونات بتاعته، بس احنا بنضيف طبعا حاجات كده بسيطه. هدخل بقى الكيك بتاعي على درجة حرارة الفرن 180، هتقعد فيها نص ساعة، تمام. وهنا هعمل الشانتيه بتاعي. كانت هنا الكيك بتاعي طلعت من الفرن خلاص وبردت، وانا دلوقتي ببتدي اعمل الشانتيه. حطيت كده كوباية وربع من الشانتيه، واحط عليهم ربع كوباية من السكر. وطبعا هبتدي ان انا بشتغل بمية متلجة، مية فيها التلج يا بنات. وهبتدي اقلبه كده تقليبه بسيطه، وهودي كل ده كده في العجان برضو يلف كده لفه بسيطه. هيقعد يلف معايا في الاول ببطء، وبعد كده هرجع ازود. طلعنا بقى الكيك بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين؟ هتقولي الارتفاع بتاعها مش عالي قوي، لا، هي عامله 350 جرام على 3 بيضات في حله مقاس 20. ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي. هتطلع 3 ديسكات حلوين جدا، وكمان هحشيها كويس قوي وهكلفها حلو قوي، وكمان هقصها القصه اللي انتوا هتشوفوها النهارده. زي ما انتوا شفتوا الفيديو في الاول، انا عامله تورتايه شكل قلب من تورتايه دايره. اتعملت كتير وناس كتير شافتها وناس كتير عملتها زي ما انا عملتها ونفس الفكرة. بس النهاردة هقولك تريكات حلوة قوي، ويمكن ناس اول مرة تعرفها وناس اول مرة تشوفها. فهقول لكم ايه النهاردة. اول حاجة كده انا بقطع كده بالمنشار، بقسم الكيك بتاعي عبارة عن 3 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. لو حسيت ان الطبقة اللي هي التالتة اللي كانت فوق دي ليها قب قوي، فببتدي اشيل منها شوية واسويها علشان تبقى معادلة للباقيين في نفس المستوى. حطيت كده الثلاث طبقات زي ما انتوا شايفين، وهنا طبعا الكريم شانتيه خلاص بقت تمام. فهديها، شايفين القوام بتاعها ما شاء الله متماسك. بحب دايما اخد منها معلقتين كده اسيبهم على جنب، لا ربما يخس عليا او احس ان هو كتير فما اشتغلش كله كاكاو، تمام. هبتدي كده حطيت معلقتين من الكاكاو، وهبتدي كده اقلبهم تقليبه بسيطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه لما الكاكاو يختفي خالص. اقلب فيه كده كويس. ممكن تحطي معلقتين من الجناش او صوص الشوكولاته، هيديكي برضو طعم جميل قوي. طبعا يا بنات قلت لكم قبل كده انا طبعا لازم اجيب الكيس البلاستيك ده. اكياس البلاستيك دي انا بجيبها من محل البلاستيكات، والكوبايات اللي انا بجيب منه لازم اجيب رابطه من او دستة من الكياس، عشان تكون عندي للشغل بتاعي للتورت وكده. طبعا انتوا يمكن شفتوا انا وريتكم في الفيديو دلوقتي ان انا بحط التورته او الكيك بنفس زي المستوى ما انا شايلاه، يعني بحطها على نفس اتجاه ما انا شايلاه، القاعده مع في نفس اتجاهها في الحله زي ما انا شايلها بالظبط.
عملت اول طبقة من الشانتيه وحطيت فيها شوية مكسرات وصوص شوكولاتة، وابتديت ان انا احط الطبقة التانية، ما حطيتش فيها مكسرات، لا حطيت فيها شوكولات شيبس. دخلت الكلام ده كله وربطت الكيس كويس ودخلتها الفريزر. هنا بقى خطوة مهمة جدا، خلي بالكم معايا من التكات دي. انا هنا حطيت التورتايه بحطها على الطرف بتاع الكيك بتاع البوردة بتاع اللي هي القاعدة بتاعة الكيك. شايفين انا حطاها على الطرف، مش حطاها في النص. تمام. هنا باجي لأقل من نص التورتايه، ببتدي ان انا ادهنها كده او اجلسها كده من الشانتيه. هتجلسيها ليه كده؟ هقول لكم دلوقتي. ده طبعا دي اول تريكه لازم تعرفوها. تاني حاجه، هنا انا بعمل التورتايه علامه زائد زي ما انتم شايفين كده، وبعلمها علامه زائد بالسكينه اللي هي المنشار. باخد من ربع منها جنب زي ما انتم شايفين كده، باخد من ربع منها زاويه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وباجي من الجنب التاني برضو هاخد نفس الزاويه زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهلزقها برضو في الجنب ده. اصبح عندك شكل قلب من غير قالب، من غير صينية شكل قلب، من غير طبعا تكلفة. ده طبعا كله للي حابة تشتغل اونلاين من البيت وتطلب منها ان هي تعمل تورتاية على شكل قلب. سهلة جدا وبسيطة يا بنات، انا عملتها كتير جدا الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب، وتطلب مني كتير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله بجد شكلها حلو قوي. ما شاء الله القلب بتاعها مظبوط. هجلسها بقى التجليس العادي بتاعنا. بحب اجلس، بفرد الكريمه بالاول، بوزع الكريمه بالكيس الحلواني، وبعد كده ببتدي ان انا زي ما انتوا شايفين كده اجلسها بالشانتيه داير ما يدور بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى اجلسها. لو اي زيادات من الشانتيه هشيله، او لو حابه ان انا احط او اضيف شانتيه تاني هضيفه. زي ما انتوا شايفين كده بنات بجلس. طبعا في التجليس اهم حاجة الاسكالبر اللي معاكي ده دايما يكون نظيف، واذا حسيت ان في اي حاجة اغسليه بالمية وارجعي اشتغلي بيه على طول وهو مبلول. لما تشتغلي عليه وهو مبلول بيشيل اي زوايد وبيخلي ملمس الكريمة ناعم جدا، يعني بيكون ناعم قوي قوي. هنا حسيت ان هي برضو مش تمام، مشط الاسكرابر اللي انا عاملاه مش تمام خالص معايا، فقلت لا انا هشيله وهعمله تاني. وفعلا شلته وعملته تاني زي ما انتوا شايفين كده. بحاول كده اشيل الزيادات اللي فوق، يعني بملس الواجهه خالص بحيث الواجهه تبقى ملسه. وهنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بعمل بقى بالمشط الاسكرابر خطوط كده بسيطه قوي قوي. تمام. علشان هنا بقى هوريكم بقى انا هشتغل بالقمع شكله ايه او الروزيتا شكلها ايه. هسيبها لكم ان شاء الله الصورة بتاعتها على القناة او في المنتدى. وزي ما انتوا شايفين كده هعمل وردات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هنزل منها روزيتات بسيطة كده. هحزم بقى التورتاية هنا بروزيتات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، داير ما يدور التورتاية بتاعتنا داير ما يدور. هحزمها كده بروزيتات من نفس شكل البلبلة، وبعد كده هعمل من فوق برضو بنفس الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها الفريزر شوية، وبعد كده هنا خرجتها من الفريزر وهحط بقى عليها جناش الشوكولاتة. طبعا يا بنات جناش الشوكولاتة ده هتقولوا لونه فتح شوية، هقول لكم لان دي شوكولاتة بالحليب مش شوكولاتة دارك. النهاردة انا شغالة بشوكولاتة بالحليب مش شوكولاتة دارك. هي اللي لقيتها النهاردة في المحل، ما لقيتش شوكولاتة دارك للأسف. هاخدها برضو ادخلها الفريزر شوية. دخلتها الفريزر شوية، وهنا هخرجها عشان اعرف احط عليها بقية الشغل بتاعي. هحط عليها الحروف اللي هي طالباها الاسم. دي عاملاها بعجينة السكر ودهناها ضغط ذهبي. ضغط ذهبي دهناه كده على الناشف، ما حطيتوش في اي مادة. هحطه بالشكل ده كده. ودلوقتي هحط بقى الشوكولاتة بتاعتنا. هحط كده واحدة بابلي، يعني هحطها كده في اتجاهين يعني عكس بعض. وهحط كده بقى القوالب السيليكون بتاعتي. حطيت شكل قلب وحطيت شباك، وكمان هحط بقى شوية من المكسرات عين الجمل بالشكل ده كده. الشكل ده هي اللي طالبة المكسرات على الواجهة بتاعته. وده كان هنقول درس بسيط تتعلموه ازاي تقصوا التورتايه من شكل دايرة لشكل قلب بمنتهى السهولة. وعايزة رأيكم في التورتايه بتاعت النهاردة، ويا ريت تقولوا رأيكم، واللي اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات. واتمنى تقولوا رأيكم في التورتايه بتاعت النهاردة شكلها عجبكم ولا لا.
ومستنية رأيكم واستفساراتكم ان شاء الله بإذن الله تعالى. اقول لكم مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد. سلام.